محدش بيصور خيبته على السوشيال ميديا. الفترة دي الناس كلها عندها اكتئاب وملل وحزن واحساس بفقدان الامل رهيب وبان هم قليلين بسبب ان هم بيقارنوا حياتهم بحياة السوشيال ميديا. دي مش حقيقة، حياة السوشيال ميديا مش حقيقة. محدش بيفتح الكاميرا بيبين وهو منهار من العياط ومش قادر يقوم من السرير من الزعل والوحدة والملل والقهرة والظلم. محدش بيفتح الكاميرا ويصور وهو مفلس. محدش بيفتح الكاميرا ويصور وهو شكله بشع مش قادر يبص لنفسه في المراية من اللي حصل له. فبلاش تقارنوا نفسكم بحياة السوشيال ميديا. بلاش البنات تحط البنات بتاعة السوشيال ميديا اللي بيظهروا بشكل ما على السوشيال ميديا ان هم دول الريفرنس للجمال والحلاوة والحالة الاجتماعية والنفسية. ده مش حقيقة يا جماعة. عصر الاكستنشنز واللاشز والنيلز والنحت الجسم والبشرة والحاجات دي والفيلر والبوتوكس والفلترز حتى، ده مش حقيقة. محدش بالجمال ده، محدش بالقمر ده. الصور اللي انتوا بتشوفوها دي معمول لها 60,000 اديت و60,000 ريتاتش بعد الاديت علشان تطلع بالصفاء ده. الشعر اللي انتوا شايفينه ده معمول له 1,000,000 حاجة عشان يطلع بالجمال والحلاوة دي. مفيش كده، البرفكشن مش موجود. وبلاش يبقى عندكم عدم رضا. عشان كنت لسه بتكلم مع واحدة صديقة ليا بس مش مقربة، وكانت بتقولي انت شايفة البنات بقت عاملة ازاي؟ شايفة مش عارفة مين بقت راكبة رينج روفر؟ شايفة يا بنتي جسمها بقى عامل ازاي؟ اوكي، مش ده خالص الريفرنس. ربنا يبارك لكل حد في كل حاجة عنده هو تعب فيها، وربنا يكرمنا احنا بالرضا وبالستر وبالصحة. في ناس كتير جدا ما عندهاش نعم عندك انت وانت مش واخد بالك منها. الصحة، البيت، الدفى، الأمان، العيلة، كل دي أرزاق بجد. ممكن ما تبقاش عند ناس كتير عندها كل حاجة، والناس التانية دي تقولك أنا مش عايزة الحاجات دي، خدوها بس ادوني الحاجات دي. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيقول من كان آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فإحنا عليه أفضل الصلاة والسلام ما أعتقدش إن إحنا ممكن نضيف حاجة تانية غير إن إحنا في نعمة وفي ستر وعندنا قوت يومنا وعندنا بيتنا والحمد لله. بلاش تطلعات لحياة الغير علشان ما تفقدوش الأمل. حياتكم حلوة، شكلكم حلو، شعركم حلو، بشرتكم حلوة. والله ما تخلوا حد يهز ثقتكم في نفسكم. وحياة السوشيال ميديا والجمال اللي انتوا بتشوفوه دبي والعربيات وده مش حقيقة.